تحية لكم في بني وليد، القلعة الثورية الصلبة القوية العنيدة. تحية لكم يا اولاد الصوفة، يا اولاد صلبة. هلا تحية لكم في المسيرة المليونية، تأييد لثورة بنغازي. اعرف اننا كلنا نتعلم الان عندما سمعنا ان البارح ارتكبت مجزرة ضد بناء ورفلة في بنغازي، حيث تم ذبح 120 ورفلة في مدينة بنغازي على يد القاعدة، عصابات الزندقة والخونة. هذه جريمة بشعة بتأييد الرجعية العربية واموالها وسلاحها وتأييد حزب نصارى الصليبي. تم قتل التقارير والاخبار التي امامنا الان، تم قتل 120 ورفلي في مدينة بنغازي البارح، تم ذبحهم. هذا الذي يدفع الثورة والغضب والاخذ بالساق. نحن قبائل عربية، قبائل عربية تتعامل بالصار. نحن لا يمكن ان نسقط على الصار، لابد ناخذ بالصار. هذا استهزاء واستهتار بوسلة، يستهزئوا بكم، يتجرأوا عليكم، تطاولوا عليكم، مش حاسبين حسابكم. انكم تخرج اليوم بالمليون. هذه الوسلة اللي قدمت شهداء في كل الجبهات، هذه دفعت الثمن، وسلة دفعت الثمن، دفعت الدم. اهو البطل الشهيد جبران، انا نحن في صورته، والنقراب في الزاوية وغيرهم من الشهداء والابطال الذين ما زالوا الان يقاتلون واصابهم الزناد. بعد دفعنا الثمن بالدم باولادنا لن نتراجع. خلاص دفعنا الثمن عليه، لابد ان نقبض. اللي يدفع الثمن يقبض. ماذا نقبض نحن؟ نقبض القضاء على الاعداء والحرية والوحدة لليبيا، حرية لليبيا، للشعب الليبي. تعود ليبيا كيف ما كانت من شهر واحد اللي فات، كانت جنة، كانت عزيزة وآمنة. رجعها زي ما كانت رغم أمس حلف نقصي. الخونة الآن يهربون في بنغازي، يلتجون للمعاطي، يبحثون عن سفن صليبية تنقذهم من بنغازي. عايشين الآن في رعب من الجماهير السائرة، والفلة السائرة في بنغازي الآن بتنتقم من المذبح التي حصلت البارح، قتل فيها ذبح فيها 120 مرفلي على يد العصابة الموجودة في بنغازي. لابد ان ناخذ بالصار، هذا دم غالي. ومعهم الجوازي والعواقير والعنايم الشجعان الابطال. في كل مكان الان ثورة على الخونة والعماة، في كل مكان مبرقة، في الماج، في الطوري، في دارنا، في البيضة. البيضة الآن تكاد تتحرر بالشامل. وينكم؟ وين شجاعتكم؟ وين مجاهدتكم؟ معروف عارفين انتم شو مطلوب منكم. مطلوب تحرير المصراتة اولا في الطريق الى بنغازي، الطريق الى بنغازي مر عبر مصراتة، تحرير مصراتة الاسيرة، مصراتة المكبلة،
مصراتة التي تستولى عليها عصابات مسلحة تزودها فرنسا وحلف الاطلسي يزودها بالمدد والرجعية لعملاء الخونة الحمير تحت الخليج تطاولوا حتى يوصل المدد لمصراتة بجنبكم. وين ماشيين بمصراتة؟ ماشيين بن وليد معناها مثل المذبح اللي داروه في بنغازي يبغوا يعملوا مذبح لبن وليد. وين حفاد مهدي طيقة؟ وين حفاد الضوار السوري؟ وسم بين الجفر والوعار صار نهار البيع والشاري قوار. وينكم؟ وين حفاد السعد الطبولي؟ يجيك عقد فيه السعد الطبولي اذا جاك لقلة جاتك منه. وين حفاد السعد الطبولي؟ قوار السوري. حفاد شو بطل معركة الملح. وين حفاد معركة وادي دينار؟ وين حفاد ابطال معركة زيتونة وادي عراسة اللي توت بالدم؟ اذا كان الزيتون يروى بالماء زيتونة وادي عراسة في وادي بن وليد ارتوت بالدم. عارفين ما هو المطلوب؟ هو الزحف. لانها المعركة في اقرب وقت. الزحف لانهاء المعركة في اقرب وقت حتى يوقف هذا المسلسل وحتى يهزم الحلف الاطلسي. ليس امامكم ان الزحف. تحرير مصراتة واجب عليكم. المصراتة بلدنا مدينتنا العزيزة لا تركها رهينة، لا تركها اسيرة، لا تركها مكبلة في يد عصابات لا عندها دين ولا ملة يدعمها حلف الاطلسي نصراني. مهزلة بيديروا مهزلة داخل ليبيا. ماذا تعني مصراتة؟ وين ماشيين بمصراتة؟ واجبكم تنجدوا اخوانكم في مصراتة. واجبكم يا ابناء وفلة. هذا جميل ستكون مصراتة دائما لكم دائما وابدا. اذا حررتم مصراتة حرروها حتى بدون الله وقفوا عليها من كتب المسلاح. هذا واجبكم. هذا جميل على مصراتة والمصراتيات قوموا به انتم. جميل لن تنسخ مصراتة ابدا اذا حررتوها. الان المعارك في شوارع بنغازي وفي الليش في طبرق في درنا في البيضة. الشعب الان ينقذ عن الخونة، ينقذ عن المستزرقة، ينقذ عن الزناقة. لا نستقبل لهم، لا امل لهم ابدا، لا في النصر ولا في الحياة. ما عندهمش امل. نقول لكم ما عندهمش امل. يا نصارى ما عندكمش امل في ليبيا. يا زنادقة ما عندكمش امل تحكموا ليبيا. يا خونة يا مرتزقة ما عندكمش امل تحكموا حتى شارع في ليبيا لا في بغداد ولا غيرها. سلموا سلاحكم واربوا، سلموا سلاحكم. ما في اماكن اذا كان سلمتوا سلاحكم. الرصاص تصبح في الرصاص. جنود جنود الصاعقة والكتاب بالامن. ضباط الحرار
الضباط الاحرار وجنودهم المواصل الان يشحنون مع قبائلنا في الشرق للقضاء على هذه المهزله، حتى يبين ان الشعب الليبي مصيره ما يتقرر في باريس ولا في روما ولا في لندن ولا في واشنطن، يقرره الشعب الليبي. معروف المطلوب، ما هو مطلوبكم؟ وتحرير مفرطة بدون اراقة دماء، بدون اراقة دماء. الزحف على مفرطة بالرجال والنساء بدون سلاح، بدون سلاح، باغصان الزيتون لكي نحرر العائلات المكبلة ومسجونة، ولكي ننزع السلاح من عصابة الإجرام، عصابة الخونة المرتزقة. الزحف على مصراته رجال ونساء، من بن وليد، من طرفونة، من الخمس، من الزيتن، من طوارغة، بدون سلاح، بدون سلاح، بغصن الزيتون نلزموهم، بغصن الزيتون يفك سلاحهم من ايديهم. عليهم الاستسلام، عليهم الاستسلام، ليس امامهم الا الاستسلام امام بحر من الجماهير تزحف على مصراته من جميع الاتجاهات حتى تنتهي هذه المسألة. الى الامام. كل سنة وانتم بخير.